السلام عليكم، فيديو جديد في قناة عنبر 7 وحديث عن ديربي مدريد اللي خلص بالتعادل 1-1 وبكده أشعل الليجا من جديد. كده الفرق بين ريال مدريد واتلتيكو نقطة واحدة وبين ريال وبرشلونة نقطتين بس، ولسه الدوري طويل. عندنا كذا موضوع النهارده. أول موضوع هو طبعا الكلام عن الماتش، بعد كده نتكلم عن التحكيم، تالت حاجة عن تجديد عقد فينيسيوس، ورابع حاجة ايه المتوقع ما بين ماتش ريال مدريد والسيتي. فتعالوا نشوف ايه اللي حصل. نبتدي باول موضوع معانا وهو الكلام عن الماتش نفسه. انا بالنسبه لي ماتش زي ده مبقاش فيه كلام كتير، لان احنا عارفين سيميوني وانشيلوتي الاثنين شبه بعض قوي، فالماتش بيبقى مخنوق لحد ما بيجيب واحد فيهم جون فالماتش بيفتح، وده اللي حصل بالظبط الماتش ده. وسيميوني كمان من طبيعته ان هو ايه، انا واقف ورا مأمن، اهم حاجه ما يخشش فيها جوان. جبت جوان خير وبركه، ما جبتش اديني طالع بالكلين شيت. فانت شويه هتشوف ايه، ماتش ما فيهوش كلام كتير لحد ما حد يجيب فيهم جول، وده اللي حصل بالظبط في ديربي مدريد. انا بالنسبه لي ريال مدريد بيبدا بال 4-4-2 او بال 4-2-4 زي ما تحب تقول. في الحاله الدفاعيه بيلعب 4-4-2، بلينجهام بيرجع قدام فران جارسيا، ورودريجو بيرجع ناحيه اليمين قدام فاسكيز، وفيس ومبابي قدام، وفي نص الملعب بقى سيبايوس وفالفيردي والكلام ده كله. في الحاله الدفاعيه في مشاكل عند ريال مدريد، هي مشكله واحده، ان قلب الدفاع تشواميني والباك اليمين فاسكيز. فدي مش مشكله عند انشيلوتي، دي مشكله من الاداره، ان انت عد سوق انتقالات كامل ما جبتش لا مدافع ولا جبت باك يمين. فهنا المشاكل معروفه ومقدور عليها. المشكله بقى الهجوميه ايه، ان انت عندك نص الملعب توليفته مش فيها تنوع كبير. ازاي؟ انت عندك فالفيردي عليه عبء دفاعي كبير جدا، لان تشاوميني قلب دفاع، فبيحاول يغطي يامن الدفاع. انت لما تيجي تبص على دفاع ريال مدريد، باك يمين طرف اصلا، قلب الدفاع ارتكاز، القلب الدفاع اللي جنبه لسه مصعدينه يعني سنه صغير، والباك الشمال فران جارسيا بخصائص هجوميه اصلا. فانت العبء الدفاعي كبير قوي على نص الملعب. معاك سيبايوس، هو لعيب مميز جدا بين الخطوط، بيلعب بين الخطوط وبيكسر كل الخطوط وكده، بس هو برده ما عندوش لمسه مودريتش، فانت نص ملعبك ما فيهوش تنوعيه كبيره. عندك بيلينجهام لعيب مهم جدا في الثلث الاخير، لكن البيلد اب والكلام ده بيلينجهام ما بيعرفش يعمله. وعشان كده انا بستغرب قوي من مقارنه بيلينجهام وبدري. ده بيعمل حاجات ده ما بيعملهاش، وده بيعمل حاجات ده ما بيعملهاش. يعني بدري عنده اللمسه الاحلى، بدري يتقارن بمودريتش وانيستا مثلا، لكن بيلينجهام هو بتاع التلت الاخير، هو بتاع الفينش، هو بتاع البوكس، هو بيقدم لك حلول وزياده عليه في البوكس، بيعمل لك حاجات بدري نفسه ما بيعرفش يعملها. والحاجات اللي بيعملها بدري برضه بيلينجهام ما بيعملهاش. يعني شفنا بدري عمل اسيست امبارح لفيرمين لوبيز الجون الاولاني، الجون الثاني قصدي. فانا قصدي ان في تفاصيل ده بيعملها ده ما بيعملهاش، فعشان كده المقارنه بينهم اصلا غلط. هي الناس ايه، مسكت نجم هنا والنجم هنا وبتقارنهم ببعض. فانت عندك مشكله ريال مدريد، عشان كده تحس انه بطيء في البيلد اب، لان ريال مدريد توليفه نص ملعبه مش احسن حاجه. غير 2017 ريال مدريد كان فريق تكاملي جدا متكامل. نص الملعب في اللي بيدافع كازيميرو، في اللي بيطلع بالكره من تحت كروس، في اللمسه الاخيره مودريتش. يا عيني بجد، يعني انت عندك كل حاجه. لكن دلوقتي في اعباء دفاعيه كبيره جدا، والهجوم تحس ان فريق مدريد معزول، لان بلينجهام كمان المفروض هو في نص الملعب اكتر قدام، وما بيعرفش يطلع بالبيلد اب كويس. فهي دي المعضله، هي ده اللي مخلي ريال مدريد طلوعه بطيء شويه. لان في خط الدفاع ورا هو مفيش حد فيهم بيطلع بالكره كويس، ممكن فاسكيز بس، وهو باك يمين اصلا قلقان من ان حد يسبقه. فهي دي المشكله، ده اللي معطل ريال مدريد او مخليه بطيء شويه. بس يعني ده في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. اخر حاجه بقى في الماتش، لان انا بالنسبه لي الماتش مفيهوش كلام كتير. انا مستغرب حاجه في سيميوني انت كل الفرق في الدوري الاسباني وكل الفرق في اوروبا استغلت حته فاسكيز، انت الوحيد اللي ما استغلتهاش. انت الوحيد اللي مش عارف، اول مره احس ان مرتدات اتلتيكو حسيتها بطيئه، حسيتها قليله، مع ان انا شايف ان اكتر فريق كان ممكن تشتغل عليه بالطريقه دي هو ريال مدريد. لان ريال مدريد زي ما بقول لك دفاعه ورا ما فيهوش اصلا عناصر دفاعيه كتير، فده اللي انا استغربته. بس غير كده الماتش كان ماشي كويس. ضربه جزاء لاتلتيكو هتكلم عليها في الفقره التحكيميه. وبعد كده الشوط الثاني ريال مدريد عمل شوط ثاني مميز جدا، هو ده الشوط الثاني اللي انا مستنيه من ريال مدريد. نفس الشوط الاولاني اللي عمله قدام برشلونه في الدوري، في الشوط الاول اللي هو قبل طبعا ما توصل ل 4-0. بس ريال مدريد عمل ماتش ممتاز، او عمل الشوط الاول والشوط الثاني هنا ممتاز، بس في الاخر مبابي بيجيب الجون والماتش بيخلص. انا بالنسبه لي افضل حد في ريال مدريد الفتره الحاليه هو مبابي ورودريجو. بيلينجهام
محتار لسه ما بين ادواره في نص الملعب والادوار الهجوميه، وفينيسيوس مش مركز في الملعب خالص، ولسه ما رجعش من بعد الطرد قدام فالنسيا، بقاله شهر كده مش في الفورمه خالص. حتى ضربه الجزاء بتاعت تشاوميني كانت الكره اللي قبلها على طول، الهجمه اللي ضغطت على ريال مدريد، كانت فينيسيوس مبابي وبلينجهام فاضيين هيروحوا على الجون على طول، وهو قرر انه يرقص. ده بالنسبه لي الكلام عن الماتش. نخش بقى على الموضوع التاني وهو التحكيم. انا بالنسبه لي التحكيم في الليجا مش سيء ولا موجه ولا الكلام ده خالص، بس هي الفكره ان ضربات الجزاء كلها معظمها والكروت الحمراء انا بالنسبه لي ما فيهاش مشكله، كلها تقديريه وحاجات فعلا كلها الناس بتختلف عليها. يعني مثلا امبارح ضربه الجزاء شاوميني مثلا الناس كلها محتاره، في ناس تقول اه في ناس تقول لا. انا شخصيا شايفها ضربه جزاء، بس انا دي مش مشكلتي. انا شايف الليجا بصراحه من اعلى الدوريات في التحكيم، يعني بحس ان المشاكل قليله او يعني ما فيهاش مشاكل كتير. بس انا كانت مشكلتي الحقيقيه في التحكيم في الليجا هي الاوفسايدات، لانها حصلت مرتين وسبحان الله مع برشلونه، مره قدام اشبيليه امبارح ومره قدام سوسيداد في الدور الاول. انا مشكلتي ان في ايه؟ ان الاوفسايد اعلى تقنيه موجوده في العالم موجوده في اسبانيا، في السعوديه، في ايطاليا، وفي التشامبيونز ليج طبعا، وبتتنافس في كاس العالم. فانت المفروض المشاكل دي تقل من عندك، والحقيقه هي قلت خصوصا مع برشلونه بالاوفسايد اللي بيعملوا ده. احنا كميه التسللات السنه دي التقنيه دي ساعدت الليجا فيها كتير جدا، وبصراحه كان لو التقنيه دي مش موجوده كان ممكن يحصل مشاكل كتير قوي خصوصا مع برشلونه. بس انا شايف ان اللقطتين بتوع برشلونه بصراحه اللي انا بتكلم عنهم بتاع السوسيداد واشبيليه دول ما يتعدوش، خصوصا بتاعت اشبيليه. يعني بتاعت السوسيداد صعبه سنتي في الجزمه بتاعت ليفا بالمدافع فتلخبطه ماشي، لان في الاخر اللي قاعد على المنظومه بشري برضه فبيغلط. لكن بتاعت اشبيليه امبارح هي في اللايف باين ان هي اوف سايد، هي مش محتاجه خطوط، هي في اللايف باين ان هي اوف سايد. ثالث موضوع معانا وهو فينيسيوس جونيور وتجديد العقد، ان هو رفض العرض الاولاني المقدم من ريال مدريد، هو لسه في عقده سنتين. هو رفض العرض ان هو صافي ضرايب ب 15 مليون يورو في الموسم، وده كده يخليه في المركز الثاني بعد كده امبابي. طبعا امبابي واخد مرتب عالي جدا لان هو جاي فور فري، فانت حرفيا بتشيل حاجه بتشيل حاجه، انت عشان تقنعه انه يجي لك فبتعوضه بالمرتب العالي. انا ايه رايي في موضوع فينيسيوس؟ انا بالنسبه لي ما بثقش في اي لعيب برازيلي، بمعنى ان انت لو جبت لي بمختلف الكواليتي، يعني لو جبت لي جابريال باربوسا دلوقتي المهاجم اللي بيلعب الاهلي كل سنه في كاس العالم للانديه ده، لو جبته من الدوري البرازيلي لحد نيمار ورونالدينيو وكاكا، فانت هتلاقي ان العقليه البرازيليه واحده، هي العقليه اللي ما فيهاش ثبات في المستوى، هي العقليه الاتنشن، هو عايز كل الادوار تبقى عليه، سواء في تجديد عقود، سواء في اداء في الملعب لازم يعمل لك رينبو فليك كده والماتش اصلا ما فيهوش حاجه. هو بيكيف نفسه، هو ايه؟ انا البرازيلي فاهم، انا عايز فلوس كتير، انا عايز ادلع نفسي، وانتوا كلكم بلعب جاز. فاهم؟ هو البرازيليين كده بمختلف الكواليتي صدقني، حتى برونو سافيو اللي جه الاهلي يعني صدقني. فعشان كده انا بالنسبه لي عايز اقول لك على حاجه، ما تضمنش اي لعيب برازيلي. يعني فيش جونيور العرض اللي جاي له من السعوديه هو عرض خزعبلي، 200 مليون يورو كل سنه لمده 5 سنين، مليار يورو للعيب كوره. فانا ما استغربش خصوصا ان نيمار عمل نفس الحركه، راح باريس بنفس الطريقه من برشلونه بعد كسب الشامبيونز ليج برضه. فانا شايف ان فينيسيوس جونيور طبعا الافضل ليه ان هو يقعد يكمل في اوروبا، طبعا يقعد في ريال مدريد طبعا احسن حاجه في الدنيا يعني. ولكن انا بقول لك اهو ما تتعشمش، ممكن يعملها في اي وقت، لان البرازيلي حفلات وفلوس كتير. هيديك كوره، هيديك كوره، بس هو دماغه في حته تانية خالص. المشكله بقى جونيور فيش جونيور بقى نازل لك باصدار جديد من البرازيليين، بقى عنده مشاكل مع العنصريه، عنده مشاكل مع فالنسيا، عنده مشاكل مع التحكيم وبيتخانق مع الحكم كل ماتش. مؤخرا بقى بيتخانق مع مودريتش وفاسكس في الفرقه، بيزعق بيقول لي يا شوتي محدش بيبصيلي، والفيديو اللي شفتوه على على التواصل الاجتماعي وكده. فهو عامل لك صداع بس ابن الذين بيديك في الملعب. فهو ده البرازيلي، اتحمله بسلبياته وبايجابياته وخلاص. بس انا من وجهه نظري ما يتعشمش في اي لعيب برازيلي، ممكن يمشي في اي لحظه. اخر موضوع معانا بقى وهو ماتش ريال والسيتي. انا عايز اتكلم في تفصيله واحده وهي اصابه لوكاس فاسكيز. اصابه لوكاس فاسكيز فرحت الناس كتير، مش لان فاسكيز وحش، لان فاسكيز مش ده مركزه. ففاسكيز مغرقك في ماتشات كتير وغصب عنه الراجل عمل اللي عليه وزياده يعني. 32 سنه واقف باك يمين وهو جناح يمين اساسا، فكتر خير الدنيا. واللي جنبه تشاوميني اصلا. بس هي المشكله بقى لازم
تخليك تبص على البدايل بقى. هل في بدايل اصلا؟ لا، ده انت هيحصل فيك مشكله كبيره جدا. انت كده هترجع فالفيردي باك يمين، فنص الملعب لازم تبدا بمودريتش من الاول. فانت الشوط الثاني انت هتستنزف بدنيا جدا، لان انت كل عناصرك في الملعب. وفي خطر كمان، انت كده قلب دفاعك قدام السيتي فران جارسيا، اسينسيو، تشواميني، فالفيردي، اتنين نص ملعب في خط الدفاع قدام السيتي. السيتي عنده مشاكل كتير طبعا جدا ورا، عنده ماتياس نونيز في الباك اليمين برضه على فيشي جونيور، ومبابي بيضم عليه، ده دي بقى له تاني. طبعا في فيديو عن ريال وسيتي طبعا هينزل طبعا. بس اصابه فاسكيز ممكن تكون مفرحه فنيا، يعني كان احنا كل حاجه موجوده، لكن باللي انا قلته لك ده هي احتمال تبقى كارثه. لان انت كده نص ملعب عمال يفضى اكتر واكتر، وانت اصلا وهو كامل في مشاكل. فانت مودريتش وسيبايوس يدافعوا على دي بروين والناس دي، هيبقى حمل دفاعي كبير جدا، لان كمان الرباعي اللي قدام ما بيرجعش قوي. فانت هتتصرف فيها ازاي؟ انا شايف ان اصابه فاسكيز ممكن تزود المشاكل اكتر. واخر حاجه بقى توقعي الماتش ريال بالسيتي. انا اتوقع الماتش هيبقى طبعا اول ماتش في السيتي هناك في ملعب الاتحاد. انا بالنسبه لي الماتش ده هيخلص 2-1 لريال مدريد. بس ده كان كل اللي عندي. اكتبوا لي ارائكم، اكتبوا لي توقعاتكم، قولوا لي رايكم في الحلقه. يا رب تكون عجبتكم، ويلا سلام.